بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. من أهم الأسباب اللي خلت الإسلام ينتشر هو الأخلاق الإسلام الطيبة والسماحة والحلم. والسماحة والحلم كل ما بتعرف أكتر كل ما تزيد سماحتك وكل ما تزيد حلمك على الجاهل. وده من أهم صفات عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حلم وسماحة. وربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالدعوة إلى الإسلام أو أسهل حاجة بالأخلاق الكويسة. وإزاي كان العلماء زمان كانوا بيتعاملوا مع بسماحة شديدة. زي مثلا بعض الأئمة زي الإمام مالك، واحد جاي له من سفر وبيسأله في مسألة في 3 مسائل، وكل ما يسأله في واحدة يقول له لا أعلم. المسألة كذا لا أعلم، المسألة الثانية لا أعلم، المسألة الثالثة لا أعلم. قال له: يعني أنا جاي لك من مسافة طويلة عشان تقول لي لا أعلم؟ فراح رد بمنتهى البساطة وقال: من قال لا أعلم فقد أفتى. قالوش بقى أنت يعني ده بيقلل منه. وطبعا وده حاجة، شوف الرد بسماحة وبلين إزاي. إنما لو شديت بقى تشددت، يعني يذكر أن الإمام محمد عبده كان بيزور أحد آل البيت، مساجد آل البيت، وكان معاه شيخ آخر، وكانوا موجودين مع بعض. فإنه كان مش عاجبه المغالاة في، انت عارف فين البدع والمغالاة في التمسح بعض الناس طبعا عن جهل وعن عدم تعمد بيعملوا بعض المغالاة. فمسك هو، كان الشيخ محمد عبده كان لابس اسود طاقية سودة وجلابية سودة. فنده لواحدة من الناس دي فبيقول لها: بتعبديه ده؟ بيشاور لها على قبر واحد من أولياء البيت، من آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت له: اعبده، استغفر الله العظيم، ومادام انت قسيس ايه اللي دخلك المسجد عندنا؟ فضحك الشيخ اللي معاه وقال له: كفرتها فكفرتك. وبرضه يذكر في الموضوع ده ان احد الناس سأل الشيخ محمد زكي ابراهيم رحمه الله وقال له: هو الفتحة بتوصل للميت اما بقراها له، اما نقراها له يعني؟ فراح قال له حاجة بسيطة جدا: اما تموت هتعرف. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.